السلام عليكم حبابي حباباتي. كلكم لاباس عليكم؟ كلشي لاباس. نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي هذا بأحسن الأحوال إن شاء الله. معكم عالم فاتي من بلجيكا، نعمل لكم وصفات إن شاء الله، خرجات إن شاء الله، نصائح داكشي اللي انا مجرباه وانا متاكده منه غادي ان شاء الله نبارطاجيه معكم في هذه القناه. واليوم جيت غنقول لكم راني عملت 3 وصفات في واحد الوقت اللي انا قلت فيه غادي نوض غنديباني شي حاجه للدراري. باش نقول لكم ما كاينش مستحيلات. غنبداو الوصفه ان شاء الله في هذه الوصفه السهله اللي هي خبز معمر بالزيتون بالفرماج بالكاشير اللي هو اللحم المدخن او المرتديلا. اللي عندكم تقدروا تعملوا اللي بغيتو، تقدروا تعملوا الفطر، تقدروا تعملوا غير الزيتون بوحدو. هنا كنقول في المقادير غنحتاج انا غنقول لكم مقادير داكشي اللي تنحط وغنكتب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا غنحتاج واحد 2 بيضات، ناخذ واحد الاناء نحط فيه 2 بيضات. من بعد 2 بيضات غادي نزيد عليهم الحليب والماء. الحليب والماء عبرتهم بالمليلتر، هما 300 مليلتر من الحليب و 200 مليلتر من الماء، وهو ما يعادل كأس بحال هذا ديال اتاي من الماء وكأس ونصف من الحليب. غنخلي لكم المقادير بالكأس وبالمليلتر في صندوق الوصف. ما تنساوش تابونيو للقناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك الى الفيديو عجبكم. راه فابور بالمجان وانا غادي تشجعني، كنشكركم من كل قلبي. هنايا غنخلطوا داك البيض والماء والحليب مزيان مزيان، وغادي نزيد فيه شويه ديال الفلفل الاسود ابزار وملعقه من الملح، غادي نخلطو كيف ما ديما، وغادي نزيدو الخميره الخبز، ملعقه طعام من خميره الخبز، ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى اللي هي بيكنج باودر أو لا الخميرة الكيماوية. وهنا غادي نزيدو الفارينة الدقيق اللي هو 400 غرام من الدقيق، وغنحسب لكم بكأس. هذا الكأس هذا ديال ما عرفتوش واش كيساوي كأس العنبة. هنا في بلجيكا ما عندناش كأس العنبة، نقدر نلقاه ولكن خصني نمشي ليه بعيد. المهم هذا الكأس ديال اتاي راه موجود في كل بلاصه. هنا عملت 2 كيسان، غندير 4 الكيسان من هذا الكأس ديال اتاي ديال الشاي المغربي، وبالجرام 400 غرام من الفارينة، ولكن عملوا 350 غرام وخليو واحد 50 غرام حتى تشوفوا الفارينة ديالكم الدقيق. الى شرب لكم بزاف صافي ما تزيدوش، ما تحطوش كلشي في آن واحد، لان الفارينة او الدقيق يختلف عند كل واحد. انا خلطت بحال هكذا ومازال غادي نزيد الدقيق شيئا فشيئا.
هنا زدت ملعقة وحدة، زدتها على 4 كيسان كؤوس من الدقيق. وصراحة بلي أنني شيطت من هذيك 400 غرام، شيطت منها تقريبا 2 معالق. لذلك قلت لكم ما تزيدوش في آن واحد الدقيق. كملنا العجين، خلطناها مزيان، وغادي نغطيوها ب الفيلم اليمونتير اللي هو بلاستيك الغذائي، وغنخليوها تخمر تقريبا 40 دقيقة، نص ساعة، 40 دقيقة على حسب نتوما الوقت اللي عندكم. وانا في هاد الاونه هادي غنمشي ندير الكيك ديالي اللي غتشوفوه في نصف الفيديو. غنوريكم الكيك اللي عملت، ولكن انا دابا غنكمل معكم هاد الفطيره الرائعه المحشيه بالجبن و شرائح المرتديلا او الديك المدخن، المهم اللي عندكم كاشير ماشي مشكل. درت هنا الجبن، اولا تقدروا ديروا مربعات تاع كيري لافاش كيري، والزيتون مقطع تقدروا ديروا فيها غير الزيتون وشويه القزبر والمعدنوس والصافي، داكشي اللي عندكم. هاد الفطيره تيجي فيها اي حاجه عندكم تقدروا ديروا فيها الفطر. وغناخذوا واحد البطاطا، غادي نحكوها وغادي نحطوها، ما تسلقوهاش، كتحط هكذا خضره. تحكوا بطاطا واحده خضره، وديروا الكاشير وديروا الزيتون المقطع وديروا الجبن وغتخلطوا. غادي نبدا دابا نطيب في هاد الخليط ديالي. مهم انكم تخلوها تخمر بلا ما تحطوا فيها هاد البطاطا وهاد الزيتون وهذا، لانه ما غاديش يصلح لكم العجينه. غادي تخليوها تخمر بوحدها، عاد باش ملي تخرجوها تزيدوا عليها هادشي اللي زدت عليها انا. يعني تقدروا ديروا الموتزاريلا، المهم نتوما فهمتوني، تقدروا ديروا اي حاجه. وانا زدت فيها شويه ديال القزبر، القزبر يابس، لان ما عنديش القزبر اللي هو فري. دوماج ما هو كيجي زوين مع القزبر ولا المعدنوس. المعدنوس يكون طري كيجي زوين. انا ما كانش عندي، كيف ما قلت لكم راني نض قلت غندير شي حاجه خفيفه، وليت دايره 3 الوصفات، وليت دايره ديسير حلوات، حلوه ديال الشوكولات بلا كريم باتيسيير، ودرت التيراميسو. هادشي غير نط باش ندير شي حاجه خفيفه، يعني حتى حاجه ما كتكون صعيبه، خاص غير شويه العزيمه. هنايا غادي نبدا نطيب لكم. غناخذ مقيله، غندير ناخذ شويه الزيت باش ندهن المقله ديالي. صافي غير ملي نبدا نحط بطاطا وهذا صافي خاصني نبدا نطيب. نديروا شويه الزيت في المقلاة، مهم انكم تستعملوا الزيت في المقلاة وصافي. وغنبدا نطيب على هذا الشكل هذا اللي غيبان لكم. وهاد الخليط هذا تقدروا تعملوا فيه حتى مرسوات صغار ديال الفلفله حمراء، فلفله خضراء، يعني تقدروا ديروا الوان بزاف. تقدروا ديروا الفطر شامبينيون تقطعوه، يعني تقدروا ديروا كل شيء. انا ما كانش متاح عندي،
لاخر الشهر مازال ما خرجتش، درت تقديت، يعني قلت غنوض نديباني حاجه خفيفه، يعني تقدروا ديروا فيه المعدنوس، الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر، يطلعوا الوان زوينه بزاف في هاد الوصفه هذه. غير انا ولادي ما تيبغيوش بزاف المذاق ديال القزبر ولا المعدنوس ولا الفلفل، ما كيبغيوش بزاف، كيبقاو يحيدوه. الوغ انا درتو عادي هكذا غير بالفرماج والزيتون، باش الا انا طيبت على الاقل ياكلوه ليا. غطيبوه في هذه الطريقه هذه وغادي تشوفوا غيجي زوين، غيجي زوين بزاف. ونتمنى انه يعجبكم، وديروا لي لايك وتخلوا لي تعليق تقولوا لنا عجبني، واللي جربوا يخلي لي تعليق غادي يفرحني. غادي نكمل على هاد الطريقه هذه حتى نكمل هاد الفطيره ديالي او الخبز معمر. شوفوا كتتنا دغيا، يعني زوينه بزاف، جات زوينه بزاف، مالحين زوينين، يعني فكره غداء عشاء غوتي زوين بزاف. غير انا جربت انني نغطي المقله، وجربت انني ما نغطيهاش، النتيجه كانت هي هذيك. يعني اللي ما عندوش الغطاء في المقله ماشي مشكل. انا الاولى ما غطيتهاش خرجت زوينه، والثانيه غطيتها خرجت هي مزيانه، يعني ماشي مشكل انها تغطى، غير نقصوا من البوطه باش يطيب من الداخل مزيان، وديروا فيه الزيت باش يتحمر مزيان. على هذا الشكل هذا هاد الفطيره ديالي انتهت، وغادي ندوزو ان شاء الله، غندوزو الوصفه الثانيه اللي هي وصفه الكيك الشوكولات الرائع. واحد كيك الشوكولات زوين بزاف، كيجي بالزبده وعرفتي المذاق ديالو زوين بزاف، متقدروش تخيلوا شحال انا عجبني هاد الكيك هذا ديال الشوكولات. ما جاش ناشف، ما جاش زعما مرمل بزاف ولا شي حاجه، لا جا زوين، جا رطب، جا هشيش، زوين بزاف. غتشوفوه من بعد هاد الوصفه، وبمقادير موجوده عندنا في الدار، ماشي شي حاجه. سالينا هاد الخبز هذا اللي شفتوه زوين بزاف وفكره زوينه بزاف. وغنبداو هاد الحلوه ديال الشوكولات، كيكه الشوكولات اللي زوينه. شوفوا كي جات، ما سقيتها ما والو، شوفوا كي جات من الداخل زوينه، جات زوينه بزاف بزاف، ما نقدرش نقول لكم نوصف لكم شحال هاد الوصفه جات زوينه. هي مختلفه شويه على الكيك العادي، ولكن طريقه ثقوا بيا زوينه. الكيك العيد ميلاد، الكيك اللي ما بغيتوش تمحنوا فيه بزاف، يعني تسقيوه ولا يخضركم ولا يجيكم ناشف. هاد الكيكه زوينه بزاف، بغيتكم تجربوها ان شاء الله، ونشارك معكم هاد الوصفه مختلفه شويه ولكن زوينه. غادي نديرو الزبده اللي هي 240 غرام، يعني ماشي 250، 240. شدوا ربعه ديال الزبده وحيدوا منها معلقه صافي، ماشي مشكل. غنزيدو عليها 4 البيضات، 4 البيضات، وغنخلطوها مزيان. انا بغيت نخلطها معكم غير بايديا
علاش؟ باش نوريكم بانه ممكن تخلطوا بايديكم، ولكن هي من الاحسن خاصها الا خلطتوها بالروبو ولا خلطتوها شي آلة عندكم هو احسن، لان كيتمازج الزبده مع البيض مع السكر احسن. بالايد غتمحن لكم شويه، ولكن ماشي مستحيل. لذلك انا قررت قلت غادي نديرها بايدي باش نوريكم انه ممكن الكيكه تصدق لكم غير بالايد. غادي نخلطها شويه مع هذا، وغادي ناخذ واحد ليغات وغادي نخلطها بايدي ان شاء الله. غنزيد قد الزبده قد السكر، يعني خديتو الزبده تكون بحراره المطبخ بالتاكيد باش تسهل عليكم وباش تجي مزيانه وما تبقاش ما غاديش زوينه في هذا الكيك. خصها تكون لابد الزبده اللي هي رطبه بحراره المطبخ. وغتزيدوا فيها السكر قد الزبده قد السكر، يعني خديتو رابعه ديال الزبده حيدتو منها معلقه. خذوا رابعه ديال السكر وحيدوا منه معلقه، غادي يجيكم هو هذاك. بالكؤوس تقريبا 2 كيسان ديال السكر سنيده. خلطناها مزيان مزيان. هاد الخليط ديال الزبده والبيض والسنيده غنزيدو عليهم الدقيق اللي هو قد بحالو بحال الزبده و السنيده، يعني رابعه ديال الدقيق. خلطوا بهذه الطريقه، هذه طريقه زوينه بعدا انا عجبتني. الكيك جا زوين بزاف، جا رطب بزاف، جا زوين بزاف بزاف. و2 معالق ديال الكاكاو المر. وغنزيد عليها واحد شويه ديال الشوكولات اللي غادي ندوبو. غادي تشوفوا يعني تقريبا 50 غرام ديال الشوكولات اللي غادي ندوبو. اللي غندوبو وغنزيدو في هذا. يعني انا عندي واحد شوكولات صغير تقريبا فيه 8 غرام، خديت شي 5 شنو نقول لكم 40 غرام، يعني غير شويه. 2 معالق ملي كيذوبوا كيجيو 2 معالق ديال الشوكولات الدائب. غادي تشوفوه من بعدها، نتوما غتشوفوا غادي نزيدو. ذوبت شويه الشوكولات وزدتو معاه باش تعطي واحد النسمه زوينه، وهو غير زايد، يعني تقدروا ما تحطوش ما بغيتوش، غير باش تعادلوا هادشي. تقدروا تزيدوا معلقه ديال الزيت في عود الشوكولات وتزيدوا بحال هذا. شتو درت واحد الشوكولات ذوبتو، الشوكولات ديال الحليب ذوبتو. كان عندي 2 معالق، ملي كيذوبوا غيجيو 2 معالق ديال الشوكولات. غتخلطوا بهذه الطريقه هذه حتى غتجانس كلشي.
هنا زدت خميرة الحلوى اللي هي 10 غرامات ديال الحلوى، خميرة الحلوى او بيكين باودر او الخميرة الكيماوية. غادي تزيدوها وغادي تخلطوه مزيان مزيان وصافي. غادي ندير المول ديالي، غادي ندير فيه الزبده ان شاء الله، وغادي نحط فيه هاد الخليط. غادي تشوفوه في الفيديو. ما تنساونوش قبل ما تخرجوا ديروا لايك، ما فيها باس، وتابوناو الا بغيتوا، يعني فضلا وليس امرا، باش القناه تبدا توصلكم الجديد، لان القنوات بزاف دابا في اليوتيوب. الى عجبكم المحتوى باش تلقاوه بكل سهوله تابوناو و فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والجديد دائما احسن واحسن ان شاء الله. انا استعملت هاد المول هذا عن طريق نونوس، يعني كيوت البنتيه، بغيت ندير لها شي حاجه اللي هي تسعدها وتفرحها. نتوما تقدروا ديروا اي مول عندكم، يعني مستطيل، هذه في كميه لاباس بها، زعما كميه مزيانه ديال الكيك. ما ديروش مول صغير، ديروا مول يكون مستطيل، يكون معتدل، وديروا ليه الزبده وديروا ليه الفرينه بالتاكيد، لان هاد الحلوه هذه بالزبده ما غتلصقش لكم بزاف، ولكن ولا بد ديروا شويه الزبده، ديروا شويه الفرينه، وغادي نحطوا فيها هاد الخليط هذا على هذا الشكل هذا، وغادي نطيبوها على درجه حراره 180 درجه لمده 35 دقيقه. وغتجربوا الى بان لكم راه طابت صافي بارك عليها، بان لكم مازال ما طابتش، اذا خاصكم تزيدوا مازال واحد 5 دقائق، ولكن قبل من 30 دقيقه ما تحلوش عليها الفران. آه، خرجتها كيف ما شفتوا، راني درتها في نفس الوقت مع الفطائر ديالي. خرجتها كيف ما شفتوا، خرجت مزيان، خرجت طيبه، خرجت ما فيها حتى حاجه، وزوينه بزاف كيف ما تشوفوا. غادي ندوز معكم، غندير معكم الكريم باتيسير اللي غنديرها الداخل ديال هاد الحلوه. تقدروا تاكلوها بلا كريم لانها حلوه، جات رطبه وجات زوينه، غير انا بغيت ندير لها لا كريم باش تجي زوينه. ندير لها لا كريم الداخل اللي غندير لها لا كريم باتيسير. غادي نوريكم لا كريم باتيسير بطريقه سهله ان شاء الله في هذا الفيديو. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغنحطوا فيها في المجمل خص يكون عندكم 250 غرام من الحليب. غتحطوا 250 غرام ديال يعني ربعه ديال الحليب، وغتنقصوا منهم واحد شويه كيف ما شفتوا في الكاس، ناقصه منه تقريبا 2 معالق ديال الحليب. غديروا البيضه كامله في هاد جبانيه اولا الاناء صغير. بيضه كامله غتزيدوا عليها 2 معالق ديال المايزينا و2 معالق ديال السكر السنيده. غنخلط البيض مع المايزينا والسكر السنيده. هنايا حطيت المايزينا هي الاولى، كان عليا نحط السكر هو الاول، ولكن ماشي مشكل. دابا تشوفوا غادي نحط السكر مع البيض. هي من الاحسن ديروا السكر الاول حتى يتخلط مزيان، عاد باش ديروا المايزينا، غير باش ما تعذبكمش هكا في التخلاط. غنبدا نخلط بزاف ونتفاداو دوك التكتلات. وغنزيدو دوك 2 معالق اللي بقاو ديال الحليب، يعني ربعه حليب، 2 معالق ديال المايزينا و2 معالق ديال السنيده، وغنخلطوهم بعدا باردين مع البيض
لان المايزينا تتبغي تخلط مع الحليب بارد. ومني غنخلطهم مزيان، هذاك ما تبقى من الحليب راني حطيته في الكاسرونه يسخن، وغادي كيف ما غادي تشوفوا غادي نخلط بشويه بشويه، غادي نحط هذا الخليط فوق الحليب سخون. دابا تشوفوا قدامكم. يعني الكريم باتيسير راه فيها غير ربعة حليب، 2 معالق مايزينا و2 معالق من السكر. نتوما الحلاوه تقدروا تحكموا فيها، بغيتو غير معلقه وحده تقدروا ديروا معلقه وحده ماشي مشكل. انا وانا نسمتها بهاد لافاني هادي شريتها. يعني نتوما ما ديروش هاد لافاني لان كيكون غالي. انا كان عندي و ما تنشريش بزاف، غير كانوا شريته من واحد سوبر مارشي كانوا دايرين فيه بروموسيون، شريته كيكون غالي شويه. دابا غير هذه وحده خديتها انايا ب3 اورو، يعني تقريبا 600 ريال غير هذه الوحيده. ولكن انا بغيت غير نشريها ونديرها مره كنديرها في الكريم باتيسير، ما تنشريهاش ديما لانها كتكون غاليه. غنوريكم غير كيفاش كيقطعوا هاد لافاني. كتقطع على جوج وكناخذوا غير الحبيبات اللي لداخل، غير الحبيبات بحال هاد الشكل هذا كناخذوه. شفتوه وغادي نديرو في الحليب اللي هو فوق النار. غناخذوا الاخرى حتى هي غادي نكرطوها غير الحبيبات اللي فيها الداخل. نتوما ديروا لافاني اما السائل واما الحبيبات اللي هو السكر فاني، ما محتاجينش تشريوها اللي متاح عنده. انا نقول لكم كيفاش زعما وريتكم. وما تيلوحوش هذوك القشور ديال لافاني، ما تتلاحش. غتحطوها في اناء فيه السكر سنيده وغيتنسم لكم بالفاني. تبداو تحطوه في الحلوى وداكشي ما تتلاحش. هادو كنسبوا بهم الرايب، الا كنتو كديروا الرايب تنسموا بهم السنيده خصوصا، ديروه في هكذا وتخليوه. غادي السنيده ديالي تولي كلها فيها ريحه لافاني، لانه غالي بزاف لافاني، يعني ما تيتلاحش حتى القشور ديالو ما تيتلاحوش. كيف ما شفتوا ها هما دوك الحبيبات ديال لافاني. الحليب فاض مزيان، خلطته مزيان، وغادي نزيد عليه هذاك الخليط ديال البيض والمايزينا والسكر. شفتوا لافاني يعني كتعطي واحد المذاق زوين بزاف، ولكن غاليه لافاني. غادي نزيدو بهاد الطريقه هادي، غادي نخلطو مزيان عاد باش غنحطها فوق النار هادئه حتى تتكاتف. ما تخليوهاش تحرق، غير تكاتف شويه وحيدوها. تكاتفت لي على هاد الطريقه هادي كيف ما شفتوا. ها هي كيبان دوك الحبيبات ديال لافاني زوينين بزاف. ما تنشريش بزاف ولكن مره ماشي مشكل. دابا مع راس العام دايرين فيه بروموسيون موجود لان الناس تيخدموا به. قلت انا علاش لا. وتقدروا حتى تنسبوا بقشره ديال الحامض تحطوها في الحليب، غتعطي حتى هي النسمه باش تحيدوا الزفوريه ديال البيض. غادي نحطها في اناء زجاجي لان الكريم باتيسير خاصها تبرد. نحطها في اناء زجاجي وغادي نحطها في الثلاجه تبرد شويه. مازال ما ساليتش مع هاد لاكريم، غادي مازال نقول لكم كيفاش تخدموا هاد لاكريم هادي تولي واحد لاكريم زوينه ديال الحلويات. انا ولادي كتعجبهم هاد لاكريم باتيسير. تقدروا ديروها في خليط تاع الملفي اولا اي حلوى عندكم، تقدروا ديروها في البريوش. المهم هاد الكريم باتيسير تتنفع بزاف وتجي زوينه، يعني في الحوايج اللي تدخل الفران حتى هي تجي زوينه بزاف. وهذه كريم باتيسير الفري الاصليه، ماشي يعني من بدون بيض او لا. هذه كريم باتيسير ببيضه واحده ماشي صعيبه باش نديرو كريم باتيسير بدون بيض. يعني هي احسن حاجه تجي ببيضه واحده، كتجي مغذيه وكتجي
يعني بروتينات بعد ما ياكل الحلوى وياكل فيها حاجه زوينه مغذيه وزوينه. غادي نفيلميها في هذا الشكل هذا. هي الكريم باتيسير كتفيلمها في الكونتاكت، يعني خاص البلاستيك الغذائي يمس الخليط مزيان بهذه الطريقه هذه، وتحطوها في الثلاجه تحطوها في الثلاجه حتى تبرد شويه. في هذه الاونه هذه غادي ندير واحد بقات ليا واحد لا كريم فريش، غادي نطلعها تولي شونتي بشويه ديال السكر كلاصي، وغادي غادي نرجع معكم. يعني انا درت داكشي اللي بقى عندي في الثلاجه، وما شاء الله راني درت لا كريم باتيسير، درت الحلوى، درت كريم شونتي. يعني خاص غير شويه تشجيع، كلشي موجود. هاد لا كريم هادي طلعتها بهذا الشكل هذا، جا زوين بزاف. نقصت منها شويه غنديرو في لا كريم باتيسير، وهذا الشيء اللي بقى ليا غندير به التيراميسو اللي انا درتو. ولكن باش ما نطولش الفيديو غادي نديرو بوحدو فيديو، غادي نحطو في القناه كفيديو بوحدو. وخديت منه شي 3 المعالق، هي اللي غنزيدها في الكريم باتيسير. غادي نحل المول ديالي، شتو كي جا زوين، جا كيوت بزاف، وبنتي حماقت عليه. غير هاد الشكل هذا جا زوين بزاف. انا هادشي درتو غير لوليداتي وصافي. الكريم باتيسير خرجتها من الثلاجه، وغنزيد عليها دوك تقريبا 3 المعالق ديال لا شونتي. الا ما عندكمش لا شونتي يمكن لكم ديروا الزبده، ديروا 2 معالق ديال الزبده ولا معلقه ديال الزبده، لانها لا كريم باتيسير خاصها تطلق شويه. زيدوا فيها شويه الزبده وغتخلطوها بيديكم مزيان، اولا بالاله باش تخلط مزيان. خاصها تخلط باش غتجيكم رطبه. ولا بد دوزو بهاد المرحله، اما الزبده اما لا كريم شونتي، تخلطوها بالكريم باتيسير باش تجيكم مزيانه وتجيكم رطبه. حليتها، شوفوا الكيكه من الداخل كي جات زوينه بزاف، جات رطبه بزاف بزاف. شوفوا كي جات من الداخل، جات زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها، لانها كيكه تستاهل انها تجرب. شتوها كي جات هنا لا كريم باتيسير. ولا بد اما تخلطوها بالكريم شونتي واما تخلطوها بالزبده. تقدروا تخلطوها حتى بالزبده ماشي مشكل، غير باش تطلق شويه وتعاونكم هكذا في التخلاط. يعني اليوم انا نتغربت غير باش نديباني، وليت دايره كريم باتيسير، كريم شونتي، الحلوى، الشوكولات. يعني نقدر ندير عيد ميلاد اليوم. وعشاء خفيف. دابا راس العام، يعني الدراري باركين دابا من المدرسه، يعني بغيو هادشي الحلوى والديسير في الليل في العشيه فحال هكذا. يعني تيعجبهم الحال، وكان نفرحوهم في هذا الحجر الصحي. يعني ماشي مشكل، تنخرجوش بزاف. غادي ندير على هاد الطريقه ديال الكريم باتيسير ديالي. يعني انا درت لكم داكشي ساهل بالملعقه، تخلطوها فحال هكذا. غنحطوا المرسول الاخر، وغادي نحطو على هاد الشكل هذا. وغادي صافي غنحطو بحال هكذا، وغادي نزينو غير بشويه الشوكولات. دابا تشوفوا الشوكولات اللي بقى ليا غادي نزينو شويه وصافي. هذه الحلوه ديالنا وجدات. سمحوا لي طولت عليكم الفيديو، ولكن انا بغيت نقول لكم اليوم الروتين ديالي اشنو درت اليوم، وباش نشجعكم بانه ممكن الواحد يدير بزاف الحوايج بابسط الحوايج. خاص يعني خاص واحد غير ينوض ويطيب وماشي مشكل. هاد الحلوه هادي جات زوينه وتفرحوا الوليدات وتفرحوا حتى نتوما. ما تقيدوش كيف ما قلت لكم بهاد المول هذا، خذوا مول مستطيل الا بغيتو ماشي مشكل. انا حاولت انني نزين، مهم تزيين. اسمحوا لي انا درت بداكشي اللي عندي. درت فوالا، درت شويه شوكولات ابيض غنزين به حتى هو شويه.
وصافي ماشي مشكل، جا زوين كوميم. غنكمل بهذه الطريقه وغادي تشوفوا النهايه ان شاء الله. زوقتو بهاد الشوكولاط الابيض، قبلوا عليا الزواق على قد الحال. لان درتو غير داكشي اللي بقى ليا، داكشي اللي داير بيا، الشوكولاط ابيض مع شويه الشوكولاط كحال وصافي. يعني ما كنتش انا معوله غادي ندير شي حاجه في، يعني ما خديتش الزواق ديال هاد الكيكه هادي، درتو بداكشي اللي عندي. ايوا وما عرفتش انا واش نقص عندو الحجبان، درت ليه حجبان، درت ليه. نتمنى هاد الوصفات هادو وهاد العشيه اللي دوزتها معكم تعجبكم وتشاركوها، والحلوى جات زوينه بزاف، طريقه جميله جدا. نتمنى ان تعجبكم، والى فيديو اخر مني اليكم القبولات بزاف بزاف، وكنشكركم على انكم كتشوفوني وانكم كتساندوني. كنشكركم بزاف، وكنتمنى انكم تبقاو معايا في القناه، وكنقول لكم بيزو بيزو بوناني، والى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.